السلام عليكم. المغرب وإفريقيا رؤية استراتيجية لوحدة المصير. في زمن تتسارع فيه التحديات العالمية، يراهن المغرب على إفريقيا كفضاء للتضامن والتنمية المشتركة، فهل تكون هذه الرؤية مفتاح لقارة قوية ومتحدة؟ تبنت المملكة المغربية استراتيجية طموحة تجعل التعاون الإفريقي ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، انطلاقا من إيمانها بوحدة المصير. هذا التوجه يتجلى في استثمارات اقتصادية كبرى، مثل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وفي الدبلوماسية الناعمة عبر التكوين الديني والثقافي. منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في 2017، عزز المغرب حضوره كشريك موثوق، معززا النفوذ الاقتصادي والسياسي من خلال شراكات مع دول غرب إفريقيا وخارجها. استراتيجية المغرب التي تدار بحكمة قد تشكل نموذجا للتعاون الإفريقي الذي يجمع بين الطموح الاقتصادي والتضامن القاري. لنقم بتحليل معمق لرؤية المغرب. الاستراتيجية تجاه إفريقيا، مع التركيز على أبعادها السياسية، الاقتصادية، والثقافية، والتحديات التي تواجهها، مع إبراز ما إذا كانت هذه الرؤية يمكن أن تكون مفتاحا لوحدة إفريقية وتنمية مستدامة. أولاً، السياق الاستراتيجي للرؤية المغربية. المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017 بعد غياب دام 33 عاما، تبنى نهجا استراتيجيا يضع إفريقيا في قلب سياسته الخارجية. هذا التوجه ينبع من قناعة بأن استقرار وازدهار القارة الإفريقية مرتبطان ارتباطا وثيقا بمستقبل المغرب نفسه. الرؤية المغربية تستند إلى 3 ركائز أساسية. التضامن القاري. المغرب يروج لفكرة وحدة المصير، معتبرا أن التحديات المشتركة كالفقر، تغير المناخ، والهجرة تتطلب حلولا جماعية. التعاون الاقتصادي. استثمارات في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والزراعة لدعم التنمية المستدامة. الدبلوماسية الناعمة. تعزيز النفوذ الثقافي والديني من خلال برامج تكوين الأئمة، التعليم، والتبادلات الثقافية. ثانياً، مظاهر الرؤية الاستراتيجية. الاقتصاد. استثمارات رائدة. المغرب برز كواحد من أكبر المستثمرين الأفارقة في القارة. وفقا لتقارير اقتصادية، يعد المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. من الأمثلة البارزة، مجموعة OCP، شركة الفوسفات المغربية تستثمر في إثيوبيا ونيجيريا لتطوير صناعة الأسمدة، مما يعزز الأمن الغذائي. البنية التحتية. مشاريع مثل ميناء طنجة المتوسط أصبحت نموذجا للربط اللوجستي، حيث يخدم الميناء العديد من الدول الإفريقية. الطاقة المتجددة. مشروع نور للطاقة الشمسية ليس فقط نموذجا محليا، بل يروج له كحل لتحديات الطاقة في إفريقيا. الدبلوماسية الناعمة. المغرب استثمر بشكل كبير في تعزيز صورته كقوة ثقافية ودينية. تكوين الأئمة. معهد محمد السادس لتكوين الأئمة يستقبل آلاف الطلاب من دول غرب إفريقيا، مروجا للإسلام المعتدل كبديل للتطرف. التعليم. منح دراسية للطلاب الأفارقة في الجامعات المغربية، مما يعزز الروابط البشرية. الثقافة. المهرجانات والفعاليات الثقافية المشتركة، مثل مهرجانات الفنون التقليدية، تعزز التقارب الثقافي. الدبلوماسية السياسية. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي كانت خطوة استراتيجية لتعزيز نفوذه السياسي.
المغرب دعم مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووقع على شراكات ثنائية مع أكثر من 40 دولة إفريقية. هذا الحضور عزز دور المغرب كوسيط في النزاعات الإقليمية، مثل دوره في تعزيز الحوار في ليبيا ومالي. ثالثاً، التحديات التي تواجه الرؤية. على الرغم من النجاحات، تواجه الاستراتيجية المغربية تحديات كبيرة. قضية الصحراء، التوترات مع الجزائر وجبهة البوليساريو تشوش على جهود المغرب في بناء تحالفات شاملة. بعض الدول لا تزال تعترف بالبوليساريو، مما يعرقل الوحدة السياسية. التحديات الاقتصادية، الاستثمارات الكبيرة تتطلب عوائد مستدامة، وهناك مخاطر اقتصادية في حال عدم تحقيق المنفعة المتبادلة. المنافسة الدولية، قوى خارجية مثل الصين، فرنسا، والولايات المتحدة تنافس المغرب على النفوذ في إفريقيا، مما يتطلب منه الابتكار المستمر. رابعاً، هل يمكن أن تكون الرؤية مفتاحاً لوحدة إفريقية؟ الرؤية المغربية تحمل إمكانيات كبيرة لتعزيز الوحدة الإفريقية، ولكن نجاحها يعتمد على عدة عوامل. المنفعة المتبادلة، يجب أن تكون الشراكات المغربية ذات طابع رابح، مع ضمان أن تستفيد الدول الأخرى اقتصادياً واجتماعياً. وذلك ما يحصل. إدارة التوترات السياسية، حل الخلافات حول الصحراء أو تقليل تأثيرها على العلاقات. تعزيز التكامل الإقليمي، الاستدامة، التركيز على مشاريع طويلة الأمد، مثل الطاقة الخضراء والزراعة المستدامة. خامساً، نموذج للتعاون الإفريقي. استراتيجية المغرب يمكن أن تكون نموذجاً مع نجاحها في تحقيق التوازن بين الطموح الوطني والتضامن القاري. على سبيل المثال، مشاريع مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي بين نيجيريا والمغرب تظهر كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يخدم مصالح دول عديدة. كما أن تركيز المغرب على التكوين الديني يساهم في مكافحة التطرف، وهو تحد مشترك في الساحل وغرب إفريقيا. الخلاصة، رؤية المغرب لإفريقيا تجمع بين الطموح الاقتصادي، التضامن القاري، والدبلوماسية الناعمة، مما يجعلها نموذجاً محتملاً للتعاون الإفريقي. نجاحها يتطلب إدارة حكيمة للتحديات السياسية والاقتصادية، وضمان أن تكون الشراكات متبادلة المنفعة. إذا تمكن المغرب من تحقيق هذا التوازن، قد يصبح قائداً لقارة أكثر وحدة وقوة، وذلك يتطلب استمرارية في الجهود والابتكار في مواجهة المنافسة والتحديات الإقليمية. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.